تقريبا رحيل ضاضة بن اسماعيل الليثي غير حاجات كتير عند كتير من الفنانين، منهم اللي بدأ يعيد حساباته، ومنهم اللي قرب يتوب، ومنهم بقى اللي بيفكر يعتزل. فالراقصة فيفي عبده قلبت الدنيا من ساعة ما عرفت ان ضاضة انتهت حياته، لكن ظهورها في مقطع فيديو بمظهر لأول مرة ممكن تشوفه هيخليك تنبهر. ده غير كمان ان في مؤشرات للتوبة وكمان نصايح للرجوع لربنا. فيا ترى ايه اللي حصل في الفيديو ده؟ خليكم معايا وانا هقول لكم كل حاجة في الفيديو ده. ضاضة ابن اسماعيل الليثي الظاهر انه كان معروف للناس كتير قوي، وكان كمان بيحب يزورهم واكترهم من الفنانين، ده طبعا بحكم شغل ابوه. شوية يقعد مع رضا البحراوي ومحمود الليثي وفيفي عبده وكمان غيرهم من الفنانين الكبار اللي مفيش حد ما عزاش اسماعيل لما ضاضة رحل. لكن فيفي اللي تعودنا منها على هز الوسط وكمان هشك بشك، الظاهر كده ان رحيل ضاضة هيغير حياتها. صاحبة مقولة 5 موا واللي بتطلع كل فترة فيديو فرفشة ورقص، تقريبا كده نوت التوبة. فبعد اللي حصل مع ضاضة طلعت بفيديو غريب جدا ومظهرها غريب، كانت لابسة عباية سودة وطرحة سودة، والأهم بقى لا في ميك اب ولا أي حاجة خالص. كمان المكان اللي كانت فيه غريب جدا، ده مش ده المهم بقى انها اتأثرت واتصدمت لما عرفت الخبر، لأن ضاضة بالنسبة لها زي حفيدها. قالت كمان بالحرف الواحد: أنا شخصيا كنت بحب ضاضة جدا، مش مصدقة إنه مشي، ربنا يرحمك يا حبيبي في الجنة ونعيمها. المهم بقى إن فيفي كملت الفيديو بكلمات مؤثرة جدا وهي بتعزي شيماء سعيد وإسماعيل الليثي في رحيل ضاضة ابنهم. فقالت: معلش يا اسماعيل انت وشيماء، ويبرد قلوبكم ويلهمكم الصبر، انا عن نفسي كنت بحبه جدا. ضاضة ما سابكوش انتم بس، ده سابنا كلنا. عارفه انكم حاسين بنار في قلبكم، بس ربنا هيصبركم يا حبايبي، وان شاء الله هو في الجنه ونعيمها ومش هيتعزى على اللي خلقه. الفيديو ده بقى خلى الدنيا تتقلب، والمتابعين والجمهور اللي بيحبوا فيفي دخلوا وقالوا لها نصايح كتير قوي عشان يمكن واحده فيهم تيجي معاها. ففي ناس مثلا قالت لها: الحقي بقى توبي قبل فوات الاوان، الناس بتمشي وبترحل عن الحياه اهي وانتي لسه برضه بترقصي. وفي بقى ناس تانية برضه قالت واكتفت بالتعليق على رحيل ضاضة وقالت ربنا يرحمه. لكن في ناس تانية خالص قالوا لها: شكلك حلو في الحجاب، بطلي بقى والحقي نفسك قبل ما الدنيا تاخدك تاني. الكلام اللي انت بتقوليه لضاضة حلو، بس يا ريت تفكري في الاعتزال. فيا ترى تفتكروا بقى فعلا فيفي ممكن تعتزل وكمان تلبس الحجاب والتوب، ولا هتكمل بقى زي ما هي بالظبط والفيديو ده كان مجرد عزا وخلاص؟ شاركونا بقى انتوا كمان برأيكم في التعليقات.